كابتن. طبعا خطوة جديدة نحو التقدم لاتحاد الطفيل من بوابة بطولة عزيز العراق. حقيقة بطولة عزيز العراق الثامنة هي بطولة طبعا تجمع كل الفرق في العراق طبعا عامة وفي بابل خاصة، وبالتحديد اتحاد الطفيل للرياضة والشباب استطاع ان ياخذ طبعا يحدث بطاقتين ان شاء الله مستقبليا طبعا بجهود جبارة كابتن ابو مازن. لجنتين يعني الان لجنة الطفيل اخذت بطاقتين نقدر نقول. نعم هاي اول مرة طبعا، وهاي فرصة للشباب الطفيل طبعا من دون اللجان طبعا المتواجدة في بابل. نعم فرصة للطفيل شباب الطفيل يتنافسون ان شاء الله. وهذا سبق صحفي طبعا على البطاقتين ان شاء الله، وهذا دليل على انه الرياضة في الطفيل بخير بوجود الشباب ووجود كل كوادر الاتحاد ان شاء الله. كلمة شكر لمن تقول كابتن؟ نعم اليوم حقيقة ويا هذا اللقاء الجميل طبعا اشكر كل القائمين هنا في مؤسسة الشهيد المحراب. حقيقة لاحظنا التواصل من قبل الشباب المتواجدين هنا، لاحظنا طبعا كل اللجان متواجدة من كل اطراف محافظة بابل، وهذا دليل على التواصل من باب الرياضة والشباب في بابل. هل هناك اجتماع لممثلية الفرق؟ نعم رغم الضغط اللي علينا ان شاء الله وقصر الفترة هذه هناك سوف يكون اجتماع طارئ له، ويوم غد راح نلتقي ان شاء الله كل اللجان. التاريخ مال باكر؟ نعم كل اللجان، واعتقد تاريخ باكر يوم 26 بالشهر 26 12 ان شاء الله، وعلى بركة الله سبحانه وتعالى راح تلتقي كل اللجان وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. واني طبعا كلمتي من هذا المكان اوجه طبعا شكري الى الاعلامي الاول في البابل طبعا كابتن كاظم ابو علي، فعلا طبعا هو دائما تلقيه في قلب الحدث، واشكرك كابتن. شكرا لك استاذ رضا الطفيل ابو مازن من مؤسسة شهيد المحراب في بابل، الناطق الاعلامي لاتحاد الطفيل كاظم هادي الطفيلي. شكرا. التقينا بالاستاذ صلاح، كلمة قصيرة كابتن ونبذة عن بطولة عزيز العراق الثامنة كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، موفقين ان شاء الله جميعا لكل اللجان المضويه تحت بطوله عزيز العراق. بطوله عزيز العراق هي شامله لكل العراق. بطوله عزيز العراق تكون من 40 لجنه في محافظه بابل، 460 فريق في محافظه بابل، 11500 لاعب تحت هذه البطوله. نتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، لكل لجاننا ولكل لاعبينا، نتمنى التوفيق ان شاء الله، النصر المؤزر الى جميع الرياضيين. كابتن صلاح، لجنة الطفيل تكونت من لجنتين، كلمة قصيرة بحق لجنة الطفيل، هل لديكم كلام او توجيهات لدينا؟ والله حقيقة لجنة الطفيل هي معروفة ان شاء الله تقدم العطاء، لليوم ما جانا تقصير من عندها. لجنة الطفيل تعمل ليلا ونهارا مع فرقها، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله بركة الله ينافسون على البطولة. شكرا.